هلو ويلكم تو باك تو سكول. انا مش ريدي خالص ان انا ارجع للمدرسه، بجد حاسه ان انا مرهقه، وكل ما بفتكر ان المدارس خلاص الاسبوع الجاي بتضايق قوي. بس الحمد لله ان انا عندي جديده وعمر داخلين المدارس الاثنين مع بعض يوم الثلاث. الكلاسز متقسمه على ايام، فالمفروض ان عمر كده اصلا كان هيدخل الحد، بس الكلاس بتاعه هيدخل يوم الثلاث، وجريد 5 طبعا هيدخل يوم الثلاث. فالحمد لله ان عمر وديده الاثنين مع بعض هيدخلوا يوم الثلاث. مش قادره اقول لكم انا فرحانه قد ايه. عايزه اقول لكم ان اقسم بالله الاسعار يا جماعه نار. انا جبت من مكتب ومفروض ان هو جمله في منه فروع كتير، في منه تقريبا في منشاه التحرير، وفي منه في اسمها ايه النزهه، ومعرفش في منه في الوكاله او ناحيه المنطقه اللي هي بيتجمع منها الحاجه مش عارفه اسمها يعني. المهم ان هو ايه دول اللي انا عارفه ان هو ليه فرعين، فرع في المنى وفرع منشاه التحرير. الاثنين المفروض ان هم اسعار جمله. طبعا المكتبه كبيره جدا موجود فيها كل حاجه ممكن تتخيلوها، شرابات وكل انواع الميك اب، كل حاجه موجوده. ميك اب موجود، اعرف ده بس هو موجود. اكسسوارز، شرابات، مناديل، كل الادوات بتاعه النظافه موجوده اللي الولاد بيحتاجوها في المدرسه، كل حاجه موجوده يعني هناك، فمش هتحتاجوا ان انتوا تطلعوا بره. المهم انا السنه دي طبعا حاولت ان انا اقتصد جدا على قد ما اقدر. والحاجه الوحيده اللي انا نجحت فيها هو ان انا ما جبتش لانش بوكس بعد عناء طويل وزن كتير، وباباهم قال لهم خلاص هاتوا، بس الحمد لله ان هم اقتنعوا وما جابوش اللانش بوكس، لان انا عندي لا يقل عن 12 لانش بوكس كلهم ما فيهمش اي حاجه خالص، اللي هو واحد الباب بتاعه مكسور لكن الباقي كله سليم. اقل لانش بوكس ب 285 انا شفته اللي يعجبني، اللي اقل من كده كلها احجام صغيره، فانا الحمد لله ما جبتش لانش بوكس السنه دي. بس جبت الشنط المدرسه. طبعا الضد عندي خلاص في جريد 5، فكنت جايبه لها شنطه ترولي كده عليها باربي والحاجات دي، بس كان عايزه ترميها في وشي علشان هي كبرت، ورحت رجعتها، كنت عاملاها مفاجاه يعني، ورحت رجعتها علشان هي عايزه حاجات سايبه كده، فجبت لها، او هي اللي اختارت الشنطه دي. يهديكي يا بنتي شكلها ولادي، لا انا عايزاها، فجابتها الشنطه ديت بكام؟ انا جايباها برضو من النزله من محل جمله. المفروض الشنطه ديت عجبتني، الخامه بتاعتها تقيله مش اللي بتقطع بسرعه يعني، وكمان فيها جيب من بره، وفيها الجيب دوت، وفيها الجيب اللي بيتحط فيه الكتب والكشاكيل. فالمهم هي جابت الشنطه ديت كانت بكام؟ كانت ب 680 جنيه. والله حلوه على فكره جدا، الخامه بتاعتها تقيله. انا مش عارفه الصراحه الولاد ازاي هيروحوا المدارس في الحر، يعني الجو لا يطاق. اول مره في حياتي ابقى عايزه ان الشتاء يدخل. انا حبيبي زي عينيا عنده 50,000 شنطه، لكن هو اختار ديت اللي عليها الكوره عشان هو بيعشق الكوره. طبعا مش عارفه انا حاسه انها صغيره على حاجه، بس برضه هو بيته يعني فالدنيا اهون شويه. معاها اللانش باج عجبتني علشان لو راح رحله او حاجه ياخدها معاه، ومعاها البنسل كيس بتاعتها اهي، واللانش باج. طبعا هو كان عايز يشتري بنسل كيس عشان اخته اشترت، مش مقتنع ان هو معاه، مش مقتنع، بس انا برضه سيطرت على الموقف. فجت ديت كانت ب 850، ومعاها الترولي. طبعا هو جايبها علشان معاها الترولي بتاعها اهي، ممكن تتحط على اي شنطه ثانيه، بس اهم حاجه يكون فيها الدبل دي علشان تتحط كده. انا بالنسبه لي الشنطه الترولي ما هياش عمليه خالص، علشان خاطر هو بيطلع على سلم يعني مش دور ارضي او حاجه، بس هو جابها علشان فيها ترولي، وكمان علشان خاطر شكل الكوره. فده كان شكلها. ايه رايكم؟ طبعا هي لما تتملي الشنطه بتطلع لبره، فالدنيا هتبقى ألذ من كده. بس صغيره قوي. وطبعا هنا اليونيفورم بتاع المدرسه، التريننج بتاع البي بس طبعا عشان مش لازمه يعني، والتي شيرت بتاع المدرسه كله جديد في جديد. بصوا عامة انا عارفه هم عندهم اصلا اللبس بتاع السنه اللي فاتت، بس انا بحب اجيب لهم حاجه جديده كده يعني، وخاصه ان البناطيل بتاعتهم الشروالات كلها بيج، فبتتعمل بسرعه جدا، بتتوسخ بسرعه بالاقلام والكلام ده كله. فانا حتى البناطيل بتاعت السنه اللي فاتت سليمه، لكن طبعا فيها اقلام وكده، فعشان كده بجيب لازم كل سنه بناطيل جديده.
فجبت لهم برضو اليونيفورم ده بتاع الدود الكبير الحلوف ده بتاع الدود، هو مش كبير عليها يعني، بس هي دلوقتي كبرت وبتحب الحاجه الاوفر سايز. وجبنا التريننج بتاع البي اي، لسه ما جبناش التيشيرت واحنا عندنا، بس ايه مش عارفه هجيب بقى ولا لا. دوت التريننج بجد ربنا يعين الناس. وادي التيشيرت تاني، انا جبت طقم كل واحد طقم. وده الريسيت. وجبنا ايه تاني؟ تعالوا كده نشوف. طبعا يا جماعه انا مش قادره اقول لكم، مش عارفه اوري ايه ولا ايه. انا اصلا عندي حاجات من السنه اللي فاتت، اساسا عندي حاجات من السنه اللي فاتت، اقسم بالله من السنه اللي فاتت، لكن لما بنروح بنحس ان احنا مش فاكره. بس انا افتكرت لما جيت لاني طلعت الحاجه القديمه مع الجديده. الحاجه بتاعت السنه اللي فاتت جديده اصلا يعني ما اتفتحتش. جبنا 3 رولر ماشي. والتيكتس ديت ايه ده؟ التيكتس ديت بتاعت السنه اللي فاتت ولا ايه؟ لا دي بتاعت السنه دي. بتاعت السنه اللي فاتت دي ولا ايه؟ بص عمر طلعها. جبت ورقه تيكتس، الورقه ديت ب 44 جنيه كامله. بس دي طبعا مش حابه التيكتس ديت علشان شكلها كرتون وحاجات كده، فمش عاجباها، فجابت التيكتس ديت الورقه ب 7 جنيه ونص. وهقول لكم على قد ما انا فاكره الاسعار. ده ساده وده. دي كده التيكتس بتاعت دي ده. طبعا انا جبت، بس انا مش عارفه هي فين. انا جبت لهم طبعا المفروض ان هي احنا نجيب الوان في الماستر، بس انا عندي الوان في الماستر بتاعت السنه اللي فاتت، فما جبتش السنه دي وهم مش مقتنعين. جبت 2 خشب من دول اللي هم ال 12 لون. وهي جابت الكشكول ده مش اي 30 لازمه، بس هو عاجبها شكلها. دوت كان ب 40 جنيه والله مش هي عايزاه. وجبت دستة كشاكيل اللي هي الدبل لاين، جبت منهم فيهم 6 بناتي و6 ولادي، وعندي برضه كشاكيل من السنه اللي فاتت. وجبت طبعا المسطر برضه، جبت 6 يكونوا بول و6 يكونوا جيرل. وجبنا ايه تاني؟ السكتشات لا غنى عنها، عندهم توكاتس وعندهم حاجات غريبه كده، فجبنا 3 لديده و3 لعمر. ايه رايكم؟ انا عاجبني قوي بتوع ديده، شكلهم كيوت قوي. بصوا شكلهم، بصوا سكر بناتي بقى وحركات. مش فاكره هما كام، بس هما كانوا خالص يعني. دول بتوع ديده ودول بتوع عمر. هما 3 زي بعض. وجابوا طبعا علشان نفسهم تتفتح على المذاكره. انا باينه يا ضده. ديده جابت الستيكر ده، وجابت انا اللي كنت رايحه اجيب واحد، هما جابوا 3. جابت الستيكر ده الورقه ب 15 جنيه، وهي جابت ده. طبعا هو 15 على 15 بنلاقي الموضوع فرق. طبعا انا قلت دي هتجيب اكتر من عمر وعمر هيسكت. جبت دي لعمر اسمه مش عارفه كابتن امريكا وسبايدر مان والكرتون بتاع العربيات عشان يبقوا شاطرين. وده كل الكشاكيل بتاعتهم السنه دي A4، وانا بحبذ ال A4 علشان خاطر يعني الصغير بيتهدر كتير وخطهم وحش جدا طبعا فبيتهدر كتير. جبنا كشاكيل دبل لاين دوت الواحد ب 30 جنيه، ده كده ب 30. وجبنا السكتشات بتاعت الرسم. هو مطلوب منهم كانسل، بس كانسل غالية جدا جدا، فجبت سكتش عادي اقتنعوا بيه علشان شكله كيوت. واحد جديدة. وطبعا الولد بقى بكام؟ اقول لكم انا بكام، مش مكتوب عليه سعر بس كان رخيص يعني. كام سعر؟ هي كل حاجة مكتوب عليها السعر بس خلصت. مش خلصت. انا المفروض ان الكشاكيل بتاعتهم تبقى 4E وكمان ليها كفر بوك اللي هو ال 4E. الكفر اصلا بتاعها غالي يعني، فجبت الكشاكيل اللي هي الكفر بتاعها فيه لون يعني دوت احمر، عشان انا ما احطش كفر احمر، فجبت ده دوت ب 70 جنيه الكشكول ده. وجبت دوت على اعتبار ان هو براون وهم عايزين كفر بني، فانا جبت دوت على هو كفر بني برضه ب 70. وجبت دوت على اعتبار ان هو مش فاكره ازرق ولا ايه يعني، دوت ب 64 جنيه.
وجبت دوت علشان هو يعني المفروض برضه نفس السعر 70. وجبت دوت جديدة عايزة اللي 6 مش عارفة ليه يعني، بس ده كان أرخص لأن ده 60 ورقة، بس أنا مش فاكرة يعني